السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل أصدقاء القناة. الأهلي يواصل الانتصارات في يوم بديع. في البداية طبعا ألف ألف مبروك للنادي الأهلي. الفوز على التعادل مع الرجاء في المغرب، وبكده يصعد للدور قبل النهائي لملاقاة الترجي التونسي. ألف 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 مبروك للرجالة بتاعة النادي الأهلي. مباراة دفاعية بحتة لكولر، بس دفاع جميل بطلها الأول الشناوي. الناس اللي هتتكلم وتقول الفريق المدلل للكاف والفريق المدلل والاهلي بيكسب عشان خاطر الكاف مش عارف ايه وبيحبه والكلام ده كله. ضربة جزاء في الدقيقة 45 في نهاية الشوط الأولاني كانت كفيلة تغير الماتش. قبلها ضربة جزاء لكهربا ما اتحسبتش، ولكن الحمد لله نحمده على كل اللي بيجيبه. في نفس اليوم أنسات كرة اليد الأهلوية بيواصلوا الانتصارات وبيفوزوا بدرع الدوري لكرة اليد. وبالمصادفة الغريبة دي أول مرة يحصل فيها فريق أنسات الزمالك على المركز الثاني في حياته. يبقى كده الأهلي خد دوري وكاس في اليد. النهاردة الفرحة كملت برضو في بطولة البال الأفريقية. الأهلي في كرة السلة بيفوز في تاني لقاءاته، النتيجة 72-70. بس الحمد لله الفريق كان كويس، جه في الآخر كده عمل شوية ثقة زايدة هي كانت السبب في الفرق دوت. الأهلي كان فارق حوالي بتاع 15 بونت. ألف ألف مبروك نادي الأهلي، النهاردة يوم جميل جميل جميل، واختتم بصعود النادي الأهلي لملاقاة الترجي التونسي. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله السوبر اللي جاي أهلي يوم الجمعة.